انا عايز اقول لحضرتك احنا اصبحنا في عصر المعرفه هي الاساس. المعرفه هي رقم 1 ورقم 2 ورقم 3 بلا شك. ديف ماير في كتاب اسمه سبيد ليرنينج، التعلم السريع. الراجل بيقول لك باختصار كده بسرعه في نص دقيقه نختصر الكتاب. بيقول لك ان الانسان اللي قبل كده من 15 20 سنه كان بيشتغل شغلانه واحده او هو بيتعلم حاجه واحده، مهاره واحده من الجامعه، بيشتغل شغلانه واحده وبعد كده لحد سن التقاعد وهكذا. الانسان المعاصر الموضوع اختلف تماما بالنسبه له. ممكن يشتغل وظيفه ممكن يشتغل 4 5، هو الراجل قال من 4 ل5 مهن او شغلانات، وممكن ما يكونش تخصصه، ما لهمش اي علاقه ببعض، يعني اكتسب حرفه معينه من ان هو اتعلمها بلا شك. فهي دي الفكره، ان انا دلوقتي مش الراجل كمان قال ان كسب المال في العصر الحالي اصبح مرتبط ارتباط وثيق بالمعرفه. وخديها حضرتك مني قاعده، لن ينمو دخلك الا بنمو ذاتك، لن ينمو دخلك الا بنمو ذاتك. اطور ذاتي طبعا. يا استاذه بوسينه، التطوير ده بيبقى ازاي يا استاذ علاء؟ اقول لحضرتك حاجه. انتهى العصر اللي انا ممكن اعتبر فيه ان انا لما اكون امتلك كتير من عناصر الانتاج يبقى انا كده بمتلك القوه. مش صحيح. كتير من الناس دلوقتي بيمتلكوا عناصر الانتاج لان هو مش عارف يسوق لنفسه، عنده مفيش خلاص. للاسف دي نقطه مهمه جدا. صح ولا لا؟ يعني فعلا فهو اهم حاجه تطوير الذات.